إذاعة المملكة العربية السعودية. البرنامج الثاني يقدم تراث وشخصيات. قولوا ربي كريم غيبك كريم وستار علم بغالي يبقى حالي ولا تبار. إعداد وتقديم خالد الخالدي. الإخراج محمد القطان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم أجمل ترحيب من خلال البرنامج الأسبوعي المعتاد تراث والشخصيات. يسرنا مستمعي الكرام من خلال هذه الحلقة التي نسجلها في بلدة الراكة التابعة لمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية أن نستضيف شاعر من شعراء الوطن المميزين، له جهوده في هذا المجال وتميز بجمال الأداء وإبداع الكلمة. باسمكم مستمعين الكرام نرحب بالشاعر المعروف محمد العمرة المري. ابو راشد حياك الله. كلبك يا ابو وهد، الله يبقيك ويسلمك. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك، مرحبا بكم في محلكم الثاني يا ابو وهد. يطول عمرك. جيناك في الراكة يا ابو راشد وعلومكم غانمة. والله مرحبا. فودنا لعل المستمع السعودي يتعرف على الراكة، وين تقع الراكة طال عمرك؟ والله الراكة يا طول العمر تعتبر يعني منطقة صغيرة وحي سكني موجود يعني تبع خبر للخبر في نعم. المنطقة الشرقية، وأغلب سكانها اللي موجودين في الراكة من قديم الزمان، يعني من يمكن تقريبا 30 أو 35 إلى 40 سنة. نعم. سكانها اللي هم أهل الزبير اللي كانوا في القصيم. نعم. قبل يمكن تقريبا 150 سنة هاجروا للمناطق الثانية بحثا عن العيش. نعم. ورجعوا مرة ثانية وسكنوا في المنطقة الشرقية. نعم. إذا تجمع بين الحاضرة والبادية. نعم، تجمع بين الحاضرة والبادية. نعم. والبادية. نعم. الله يعطيكم العافية. الله يرضى عليك. تبعد عن الخبر كم؟ 5 كيلو 7 والله كيلو؟ تقريبا ما بين 5 كيلو إلى 7 كيلو. نعم، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب نبدأ بالشعر يا أبو راشد، وأنت راعي العلوم الطيبة. الله يرضى عليك. وراعي الهيل وراعي البهار وراعي المجلس العامر. والله يا مرحبا. لو انك شحيح علينا طال عمرك وتغلى علينا، لكن يا ابو راشد محبوب وكلنا يثني عليه. الله يرفع ثريك. هذا محلكم الثاني ونقول مرحبا، وشاهد الله انكم فرحتونا بزيارتكم. يطول عمرك، واستانسنا في الراكه ودوجنا، وهذا واجب علينا يا ابو راشد. الله يطول عمرك. وانت علومك غانمه وكلنا يثني عليك. الله يرفع ثناك. وحنا ما عليك زود طيب. مستانسين ومع حتى الاخوان المخرج والفني معي، يعني يقولون ودنا نكثف نشاطنا في قرى ومدن المنطقة الشرقية. الله يرفع ثناك. احنا اللي لقينا اللي مثلك من الرجال نفرح ويزيد الغلا. جعل عمرك طويل، هذا طال عمرك من طيب راسك. يطول عمرك ولا يخلينا، والسعوديين واجب علينا نخدمهم يعني في مجالاتهم المختلفة. الله يسلمك ويطول عمرك. وانت من الابناء العزيزين ومن ابناء الوطن اللي لك مجالك وجهودك في هذا المجال. الله يرفع ثناك يا ابو فهد ويطول في عمرك. يطول عمرك. ابو راشد يا ليت نسمع قصيدة على خشمي. هذه طال عمرك قصيدة نصح وإرشاد. أنا أحب دائما أبدأ بها يعني. نعم طبعا. في الأمسيات وفي اللقاءات أحب دائما أني أبدأ بها. يقول: يا راشد العليا لها 10 بنود، سجل وانا بمليك واحفظ عددها، من شان ما يلحك عيب ومنقود، احفظ وصاتي والوصاة اعتمدها. الله عليك. أوصيك قبل الجسم يدبيبها الدود، في حضرة لا بد ناس كل حدها، دنيا العنا فيها مشاريب وعدود، وكم واحد له حاجة ما وجدها. عليك بالتقوى ترى العمر محدود، واردع هوى النفس الدنية وقدها،
واحفظ صلاتك تكسب الرزق والفوت، تكسب مكاسيب الحياة وسعدها. وصوم رمضان وزك يا الشامخ الطول، ترى البيوت النايفة من عمدها، وجالس هل التوحيد والعز والجود، واترك مقاريد العباد وقردها، اللي على التفريق ياتونك حشود فصيل تندب الجهل في جسدها. واحسن جوار الجار لو كان مقرود، لو جار نفسك لا تبين نكدها، والضيف عطها الطيب والطيب مردود، اكسب جناب الطيبين وسندها. عقب الشحم والبن قدم لها العود، حيثك من اللي ملفاها حمدها، وبنت الردي لو هي زلال وقرهود، حذراك تقربها وتمسك بيدها، خذ بنت قرمن عند الأجواد محمود، لا جنهار الهوش بين ولدها. وزلة رفيقك لا لفت دون مقصود، لا تمسك الزلة وهو ما قصدها، 3 مررها ولا شك بشهود، والرابعة شب الحطب لا وردها. هذه 10، وإن كان تبغيني أزود سجل على 10 الوصايا وزدها، الظلم شين وتالي الظلم مردود، والغيظ شيطان القلوب وكبدها. والصمت زينة والحكي سيف محدود، والحقد غيمة والتباغض بردها. فكر وميز واعرف البيض والسود، واحذر قلوب الحاسدين وحسدها. يا أبوك بين الناس طارد ومطرود، ما تجهلك بعض الحرار وهددها، وانضامتك دنياك واصبحت مضهود، فاطلب من المولى يحلل عقدها. الواحد اللي كل بينا له سجود، اللي جميع أعمال خلقه رصدها. هذه نصيحة وانت معطيني وعود، واهل الوفا والعرف توفي وعدها، قدمتها بالمسك والطيب والعود، زرعتها لك زرع وانت تحصدها، حميتها من دون ملح وبارود، خوفا عليها المنتقد ينتقدها، واختامها العليا لها 10 بنود، اللي تبى العليا تمعن وعدها. صح الله لسانك يا ابو راشد، قصيدة طيبة ولها ثمرة وعلوم زينة ونصيحة، هذا المطلوب والله يا ابو راشد. الله يطول في عمرك ويرضى عليك. والله القصيدة هذه يا ابو فهد يعني صار عليها بعض الجدل، نعم، لانها انتشرت في المواقع الالكترونية بدون اسم. اسلم. وانا كان من حظي الطيب انها يعني منشورة في شركة ستار ميديا الانتاج الاعلامي. نعم. وموثقة من وزارة الاعلام السعودي، ولكن اغلبية الجمهور ما تعرف على من صاحب القصيدة هذه. نعم. الين نزلتها في موقع النداوي، الله يبيض وجه ابو ثامر. ابو ثامر حمد السحيمي، الله يذكره بالخير، وامسي عليه من هذا المنبر. يستاهل. تواجهت انا وياه وتكلمنا في ذا القصيده ونزلناها صراحه في المنتدى، وان شاء الله باذن الله نامل ان شاء الله ان الجمهور يتعرف على من صاحبها. قصايدك طيبه، وهذه بدايتك يعني بدايه طيبه ونصح ونماس مجلس، والله يا ابو راشد. الله يرفع ثناك. اي والله، وعسى الله يكثر امثالك، وهذا والله المطلوب، لان الشعر مدرسه يستفاد منه. الله يرفع ثناك، شهادة اعتز فيها يا يطول عمرك يا ابو راشد، بس ان حريصين عليك ومثلك من الرجال. الله يجزاك خير، طال عمرك. السنافي طيب، هذا من راسك الطيب. يطول عمرك ابو راشد. مشاركاتك، بدايتك، انطلاقتك مع الشعر، كم لك سنه الحين؟ والله صار لي يمكن تقريبا 4 إلى 5 سنوات. نعم، هذه بداية الفعلية طبعا. الفعلية. ولا أنا يعني ولله الحمد، الشعر بحر كل يسبح والتوفيق من رب العالمين. نعم. لكن يعني أنا ألاحظ في نفسي إني كل ما إن شاء الله وأتطور، ما شاء الله. والشعر لابد له يعني لابد أن الإنسان يهتم في نفسه من ناحية الشعر. أما بداية الفعلية بديت عن طريق الأستاذ عبد الله الثابت، الله يذكره بالخير، الإعلامي عبد الله الثابت. نعم. كان عندهم في نعرية نعم. المهرجان الربيعي. نعم. أنا اللي جايهم بنفسي. ما شاء الله. جيتهم دخلت عليهم في الخيمة، قلت يا ربع أنا شاعر. يا سلام، حلو. بتظهروني؟ قالوا والله بنظهرك. قلت طيب بتظهروني؟ قالوا خلاص بنسمع قصيدك. سمعتهم، والله عندي قصيدتين، طالع فيني عبد الله الثابت الله يذكره بالخير. قال يا اخي انت وينك بالاعلام من اول؟ قلت والله يا اخي انا كان في البر مخيم عندكم، وقالوا لي في مهرجان، وقالوا لي مهرجان وجيتكم. يطول عمرك. والانسان اللي يبغى يظهر نعم. لابد انه يتعب على نفسه شوي. نعم. فجيته وطلعت هذيك الايام كان معي 2 من الشعراء، ابو فهد الغربي، والله ناسي اسمه، يسمونه شاعر النعريه الله يذكره بالخير. مطلق الغربي. نعم والله. نعم الله يذكره بالخير. ابو فايز الله يذكره بالخير. احنا نمسيه بالخير من خلال هذا البرنامج. راعلبل والعلوم الزينه وراعي المجلس. يستاهل. وكان معنا واحد من اهل الخفجي ما يحضرني اسمه، المعذره جدا يا اخي. نعم. وكان مقدم البرنامج الله يذكره بالخير نادر بن جخير. نعم. مسي عليه بالخير. مسي بالخير عليه. فهذيك بدايتي، والحمد لله من بعدها بدت الحمد لله
الامسيات وبدات المقابلات، ولله الحمد فضل من رب العالمين يعني. وانطلاقتك قوية. الحمد لله. بس يقولون انك زعلان بخاطرك علينا يا والله انا الإعلامي. في خاطري عليكم يعني شيء بسيط، لان نعم. الانسان كله مقصر، نعم. وانا والتقصير وارد. وانا اشرح عليكم من غلاكم يعني. نعم. وانا ودي يعني في بعض الشعراء الى الان ما ظهر يا ابو فهد. أنا أسلم. ودي انكم يعني يكون عندكم يعني بعض من الجهود، وانتم كلكم جهود ان شاء الله، كلكم نعم. خير وبركه، والله ما نهضم حق. يطول عمرك. لكن في شعراء مظلومين اعلاميا صحيح. صراحه، خصوصا عندنا في الساحل الشرقي عندنا نعم. هنا. يعني في تقصير، ما نقول ظلم، لكن في لا تقصير. لا مو ظلم، في تقصير يعني. في تقصير. فالله لا يهينكم يعني، حاولوا انكم تزيدون من الجهد اللي انتم تسوونه، ظهور الشعراء اللي موجودين. وحنا نستفيد. حنا ابو الحين لنا برنامجنا هذا يعني. نعم. من الدمام. نعم. يمكن لنا 13 سنة. الهجر كلها تجولنا فيها. من 10 عندنا محافظات 10 في المنطقة الشرقية إضافة لحاضرة الدمام. نعم. تجولنا فيها واستضفنا كبار السن وشعراء ومنشدين وغيرهم. ولكن ولكن التقصير موجود. واحيانا الواحد يغفل ما يدري والله غفله. اي بالله صادق. ولا اللي لقيناك مثلك خامات نعتز فيها الله يعني. يرفع ثناءك. ويستفاد منها وهي اللي تثري الاذاعه بالضبط. جعل عمرك طويل. جعلني ممسك يا ابو راشد. ابو راشد قصيدك مشفوق عليه نبي بعد ابشر والله بسعدك. انا والله هذه القصيده لها قصه. يطول عمرك. لكن القصه ما ابغى اجيبها لانها طويله شويه. المهم ان القصيده تتكلم عن نفسها. طول عمرك. مدامني شاعر في كفي عفاريت الشعر، وتهابني قوم لها فرض الشعر باع طويلا، ما نجيت من البحر ولا شربت من البحر، أعرفك يا بحر الخبر وأعرفك يا بحر الجبيل، مناك يا قوم التفلسف بس ما فيني صبر، ما عاد أطيق الفلسفة في الشعر والهرج الهزيل، اللي بغيت أبني جدر جيتوا وهديتوا جدر، إلى متى والليل عقبه ليل يا الليل الطويل، صف بيوته زيد والقاها وصفق له عمر، لأنه هبيل وزيد مثله، ذا هبيل وذا هبيل، يضبط شطر ويحضر العيدين في ثاني شطر، أما جبر ولا كسر أو شيء من هذا القبيل، هم يحسبون إنهم رقوبها للثريا والقمر، لو والله إلا حولوا به للثرى عبد ذليل، لو ولا الشعار زنزانه وأنا ضابط خفر يبطي عمر، ما شاف زيد وزيد يبحث عن كفيل، الشعر يحكي واقع أمجاد العروبة والفخر، لأنه يؤرخ فعل ماضينا الجيل بعد جيل، الشعر يكمن فيه تاريخ ومقالات وعبر، يوم الصهيل بوقتنا الماضي يقابل بالصهيل منذ الصغر، ونامعه وابقى معه طول العمر، أزرعه في قلوب البشر وارواحهم ترجع حصيل، لأني أحبه وأعشقه وانحته في صم الصخر، اقطع فتره وارجع اجدد بها العهد النبي، لما كثير منقطع ولا قليل مستمر، لو والله الا المستمر لو كان بالشيء القليل، يا راسي المطنوخ تكفى قبل يفنيك الدهر، لا تاتي الا بالجزاله دام صاحبك الجزيل، والجادل اللي ضمت سنيني وتامرني امر، عيني عليها وادري انها ما تبي غيري خليل، لبيه يا جمر الشفاه اللي تضمنها بدر، لبيه يا هزع المتون اللي تناحرها جديل، يا مصدر الهامي ويا جم المعاني والفكر، يا منبع الإبداع في روح تعشق المستحيل، شومي وصدي عن مخيبة الهقاوي والغدر، ناس تبي قضب الصقيل وردها حد الصقيل، أنا الذي من يحيي الأفكار في عمق الدرر، أنا من يحرج الإبداع والفكر الضئيل. كفو يا أبو راشد. ما عليك زود. كفو يا أبو راشد. ما عليك زود. الله يسلمك. جميل يا أبو راشد. الله يسلمك. أبو راشد عندنا يعني الشعر فيه أنواع. نعم. وفيه نشوف يعني من خلال الصحافة البعض ينتقد الشعر المغفى والحر ويقول انه هذا يعني مو بشعر اساسه وكذا، هل انت من اللي متحيزين الجانب اخر يعني؟ لا والله انا ماني متحيز الجانب اخر، بالعكس الشعر كله شعر. نعم. سواء كان مقفى او سواء كان مهمل او سواء كان. نعم. والبحور واجد. والحداثه ايش رايك فيها؟ الحداثه ترى انا من محبينها جدا يعني. جميل. نعم. حلو. وفي ناس وفي ناس منتقديني، هو الحداثه فاهمينها العالم بمفهوم آخر. نعم. الحداثة هي تحديث المفردة. جميل. أن الشاعر يحدث أنت المفردة. فهمتها كذا، في ناس غيرك ما يفهمون النحو. لا في يعني في أنا قد جاني واحد قال لي ليش طيب الحداثة اللي تتكلم عنها هذه يا مدري إيش، يا تروح تدخل لي أشياء في أشياء أنا ما أفهمها. يقول فلسفة معينة يعني ما نعرفها. قلت لا يا أخي أنت فاهم. غامضة شو. أنت فاهمها. أي نعم. بشكل آخر وأنا فاهمها بشكل آخر. نعم. تحديث المفردة غير، وعطيتها قصيدة فيها تحديث المفردة. نعم. أنا من خلال قصائدك فيها مفردة جميلة حديثة وفيها مفردة تقليدية. شومي قلت شومي. نعم شومي. يمكن في بدوية واجد. نعم. وفيه جميل يعني في مفردات حديثة الآن تداول. هذا جميل، أنت مبدع بحد ذاتك. الله يسعدك يا أمرك يرضى عليك. فتقول لي يعني أنت تتابع جميع جوانب الشعر. هو الشاعر
الشاعر ما يتحيز لشيء. نعم. الشاعر تلقاه مبدع في جميع انواع البحور. جميل. انا اشوف انه مبدع، وهذا ترى توفيق من رب العالمين. حلو. جميل. توفيق من رب العالمين. جميل. طيب عندنا مناسبات كثيرة، عندنا يمكن تطرقت المهرجان الربيع، يعني في النعيرية هذا نعم. مهرجان ربيع. نعم. أنا أشرفت عليه عام 1424. ما شاء الله. كان عندنا يعني مهرجان، هذه أشرفنا عليه هنا. نعم. عندنا أيضا مهرجان الخفجي. ما شاء الله. نعم معروف. عندنا الصيف الواجهة البحرية في الخبر والدمام. لك مشاركات ومسيات في الشرقية ولا مقصرين بحقك يا أبو والله راشد؟ يا اخي في الشرقيه أي صار لي يا طويل العمر الجبيل ما شاء الله عندهم نشاطات. انا للاسف الشديد يعني إيه يمكن التقصير مني، شايف أو مقصر يوم. يمكن التقصير مني او منكم، انا ما ادري ما التقصير ممكن. منه. بس نبي الصحيح في تقصير، في حد ناداك. الصحيح طال عمرك ما صار لي الا امسيه واحده في الشرقيه. انا اغلبيه الامسيات اللي انا سويتها يمكن انها تكون خارج الوطن. نعم. في لقاءات تلفزيونيه كثيره صارت خارج الوطن جميل. وداخل الوطن بعد ما الإذاعة السعودية ما سبق استضافتك؟ لا والله هذه لاول مره، وترى هذا شرف عظيم اني انا اطلع يطول عمرك. على برنامج تراث الإذاعة الشخصيات. السعودية. والله انه شرف، يطول واني عمرك. ابحث عن الشيء هذا من زمان، والحمد لله رب العالمين اللي اعطاني على نيتي. يطول عمرك. نعم. والإذاعة للجميع، وأنت مواطن نعتز فيه الله وشاعر، يرضى عنك. الله يطول ولك عمرك. جمهورك ولك محبوك يا أبو. الله اما الامسيات سويت امسيه واحده نعم. في صيف نعم. برنامج الشرقيه أي نعم. في امانه الدمام في أمانة على المسرح على المسرح. نعم. الصيف العام الماضي. الصيف العام الماضي كان معي الشاعر علي بن بريك الجميلة من نعم. دولة قطر، الله يذكره بالخير. جميل. المري. إذن منوع خليجي في الأمانة العام. جميل. اي نعم. وكان معي ظاهر الظفيري من دولة الكويت. جميل. وطبعا انا المعزب هذيك الايام. ما شاء الله. انا السعودي بينهم. إذن كويتي وقطري وسعودي. نعم. عندنا في الشرقية في الأمانة. نعم في الشرقية. زين بيضة، هذه جهود طيبة. نعم لا جهود طيب. والجاي أكثر بإذن نعم. الله. جاء الأعمار كما نبي نسمع يا أبو راشد. على خشمي. تبغى لك أبدا اللي تجيب تحديث مقبول. مغردة ولا تبغى لك؟ قابلك الله. نبي الحديثة ونبي التقليدية كلها. هلا والله خشمي ابشر بسعادة. طول عمرك. يقول لفى ليلي البارح رفيق معاه اثنين، شتات الأمل والجرح والثالث الذكرى، ثلاثة على ما قيل مثل الخشم والعيل، لفوا ليلي البارح ولا حولهم مسرى. الله. أعرف الثلاثة قبل يمكن 8 سنين، لهم في ضلوعي جلسة ودلة صفراء. الله. ورابع ثلاثتهم دموع لها حولين، إلى من لفوا جاتك مع الخيل يا شقرة، لو انها قبل يلفون تنعى الزمان الشين، على خدي المبري لها معبر ومجرى، أشوف الأمل بيت قديم وله بابين، وقف وابتلاه الجرح وانهد من حدرة، على ذكريات الأمس عايش وإلى ذا الحين، ونكذب وصدق كذبتي ولا أنا أدرى، خذيت السعادة حلم طفل فقد شخصين، تيتم ولا توس وسنينها الغبرة، سامر همومي لا بدت سهرة السالين، قد الرب جمعنا تحت ليلة القمرة، صفالي زماني للأسف وانقلب في حين، أنا ما حسبت حساب سكينها الحمراء، تلاشى صدى صوتي على سكة الغافين، قرأ قصتي من لا عرف يكتب ويقرأ، تعب تزرع الفرحة على أرض الغبن والبين، تعب ترتكيل الهم وحظوظي القشرة. الله سؤال. الله صح الله يا أبو راشد. هذه فيها يعني شيء من رمزي وفيها بعد حافظين ان عندكم اهل الراكه. الله يرحم والدي. مبسوطين. مرحبا والله وملس. اي والله يا ابو راشد. مرحبا في ذمتي اني صادق. ويا المره عزيزين علينا وتراثكم حلو، ويا ما تجولنا بالهجر عندكم هناك. نرحب والدار ترحب بكم وبالجميع. طال يطول عمرك. ما زلت بدويه ابو راشد؟ والله تخمني وتخطيني بعض. عندك باعر ولا؟ لا والله ما عندي. ما عندك؟ اي والله انا ترى مبطي وانا راعي سيف. مبطي راعي سيف. مبطي يعني انا والشايب الله يطول في عمره وحياة جدي هو اللي كان مصوب البل ومصوب، لكن تحضريته مبطي هنا. اي تحضرنا مبطي، ترى انا من مواليد المنطقه هذه. في المنطقه. الله. اي نفس. يعني ما رحت لا رحت، انا رجال احب البداوه ما فيها كلام. نعم. لكن عشت اغلب حياتي في الحاضره. في الحاضره يعني. نعم. عند السيف قريب من عند السيف. كلنا السيفين، احنا قبائل السيف. نعم، لكني انا اروح يعني اروح وجهي والحمد لله المعرفه من رب العالمين. الحمد لله. ورحت وعرفت الحمد لله، رحت وتعلمت من نفسي ولله الحمد لله. احنا كلنا حضرونا كشيت ونحب الباديه. الله. الان اغلب الشعب السعودي يعني يحل الباديه ولكن تحضر الديره. طال عمرك. طيب نبي نسمع ابو على خشمي. تبي نسمعك غزل؟ اي والله ترى قلوبنا خضر. ابشر بسعادة. يطول عمرك. الزمت عمري معك واهملت غيرك. الله. وهملتني والزمت غيري وهملك. وهملك. جيتك وله
وابعدت عني مسيرك، هدمت جروحي من الخناجر تعاملك. الله. رديت سيفك واعتنز لي جفيرك، حاولت لكن للأسف ما أقدر أصلك، عانيت من جرح انتقفى هجيرك، وشلون تبخل والدواء في أناملك. الله. أضم طيفك واستلذ بعبيرك، وتوق لك واشتاق واكره خصايلك، أحب فيك الحب واحسد حريرك، للامس الخصر المعزل وجملك، أشوف عينك بحر وادخل غزيرك، واشوف شعرك ليل وسريه وادهلك، أحس في قربك أمن واستجيرك، وأحس في صمتك شعر واترجلك، كنت تهتني بك وارتشف من غديرك، واليوم في حلمي تجي واتخيلك. الله. يداله هالمرتاح ما أبغى استشيرك، أبغى أنصحك من ناحية وأبغي أسألك، نصيحتي حذراك تجهل مصيرك، أما سؤالي كيف تقري وأنا لك سلم على روحك وعلم ضميرك، إن قالها الله لا يجتمع بك وقبلك. الله. سؤال. الله. شو يقول يداله؟ يداله هالمرتاح الله. ما أبغى استشيرك، أبغى أنصحك من ناحية وأبغي أسألك، نصيحتي حذراك تجهل مصيرك، أما سؤالي كيف تقري وأنا لك سلم على روحك وعلم ضميرك، إن قالها الله لا يجتمع بك وقبلك. أمجار يا أبو راشد. بيض الله وجهك. الله ينصرنا. بيض الله وجهك ويعطيك العافية ويلحق غايتك إن شاء الله. وسع الصدر شوي شوي. إيه لا جاي الله يطول سير عمرك. البحر عطاله ساعة المال شوي. على طاري البحر يا أبو أي، راشد، لبي. البحر ما شاء الله المبدعين يحبون البحر، يبقى البحر يأثر، وانت سيفي باين عليك سيفي. عندنا شاطئ نصف القمر يا أخي، ما تبدع ما والله تروح سيف. والله شوف أنا أجيه، لكن سبحان الله يا أخي ما قد تحركت مشاعري وأنا عند البحر. سبحان أما الله. إني أجيه جلست مع شباب ونمشي، نعم. أما إني أجيه أنا من نفسي الحالي وقعدت. وأقعد عنده لا والله ما أقدر، يمكن لضيق الوقت عندي ولا نعم. البحر يا أخي. نعم. البحر زين يا أخي. نعم. البحر زين والجلسة فيه تطرب. نعم. نعم. الله يطول عمرك. أو عمرك في خشمك. أبو راشد، طيب في جلسات سمر أو جلسات شعرية مثل أسبوعية بينك وبين يعني شباب أو شعراء تجلسون، ولا كلن يعني أي والله فيه. في مجالس؟ نعم، عندنا. خصوصا هنا عندنا في المنطقة الخبر والدمام في مجموعة من الشعراء يعني معروفين، ومجموعة نعم. من الشعراء الكبار ومسي عليهم بالخير كلهم بدون ذكر اسماء. نعم. دائما نجتمع ولله الحمد. دائما تجتمع. اي نعم دائما نجتمع، سواء عندي هنا في المحل ولا عندهم في محلاتهم. نعم. ومحلات رجال عامرة يا ابو نعم. فهد. صدر لك ديوان شيء؟ والله عندي دواوين موجودة في الشبكة العنكبوتية، ولي ان شاء الله يعني جهود اني انا اطلع لي ديوان نعم. صوتي. جميل. نعم، لكن إلى الآن ما تحدد، احتمال خلال الشهور إن شاء الله الجاية. نعم. ولا أنا لي ديوان عن طريق الشبكة العنكبوتية، فيه شخص اسمه الله يذكره بالخير، اسمه ليتك تحس. أي نعم، إنسان هذا له جهود طيبة الله يجزاه خير، ويأخذ قصائد الشعراء يعني اللي لهم نعم جماهيرية، وإن شاء الله أنا ما أقول أني أنا لجمهور، أنا أتمنى يا أخي أني أنا لجمهور القبول من رب العالمين. يطول عمرك. والآن قاعدين نخطط إحنا نسوي ديوان بالشبكة العنكبوتية، ديوان صوتي. وانت مقبول. نعم. والله يا ابو راشد، الله يرفع ثناك. وحنا نحترم مثلك وشرواك من دواوين وامسيات ونشاط الله يطول وملتقى، وان شاء الله نشوفك في امسيه جميله عندنا في الشرقيه الله خلال الصيف هذا العام. الله يطول عمرك. الوقت ادركنا، نبي من قصايدك اللي تطربنا يا ابو راشد. على والله خشمي، ابشر والله بالسعد. طيب انا بعطيك قصة في الرفيق. اسلم. يا سلام. يقول يا وقت يكفي وش بقى ما خذيته. يكفي ترى جرحك من العام ما طاب، ما بين جرحك والهموم المميتة، ما لي سوى دمعا على الخد سكاب، عمري تعدى ما اهتنيت وحييته، لينفتح لي باب تتسكر أبواب، بنيت شيء ليتني ما بنيته، لكن على الله دبلة الحظ لا خاب، يقضي بي الهاجس وأنا ما نهيته، يرسم لي المعنى وسطر له اكتاب، يا ما قد خذيت وعطيته، لضاقت الدنيا وباروبي أصحاب، أحب رجمه وانبسط لا رقيته، سج في مبداه لو كنت منصاب، حكم القدر لا شك فيني رضيته، رضيب مقسومه ولا نيب كذاب، مخلوق والدرب الردي ما مشيته، طبعي كذا واسرح على الضرس لا غاب. كفو. ما عليك زود. مخلوق والدرب الردي ما وطيته، مخلوق والدرب الردي ما مشيته، طبعي كذا واشرح على الضرس لا غاب، تكرم سبالي والرداء ما مشيته، ملبس لي ثياب وانا فوقي ثياب، احشم لساني واترك اللي بغيته، لا شفت في كف القبي درع وحراب، افرح بشوف الطيب اللي لقيته، احسب له حساب ويحسب لي حساب، اغيب وان كان يتباطيت جيت، هذا الرفيق يدام للغيبه اسباب، ولا الردي يبطي وانا ما نصيته، لو كان ما بيني وبينه سوى باب، لا دق
جواله ولا مر بيته، كذا غيبة ما تحسب غير الله سواء. بيض الله وجهك. والقصيدة هذه ترى بيشلها المنشد الله يذكره بالخير بحر الكرم، امسي عليه بالخير. يطول عمرك. نعم. ونسمعها ان شاء الله قريبا ان شاء الله باذن الله. حنا نقول اغناكم الله يا مرحبا الراكه والله ومسهلا. يا ابو راشد استانسنا جعل عمرك طويل وزاد غلاك عندنا يا ابو الله راشد، يرفع ثناء وحسينا بالتقصير من صوبك، لكن اللي مثلك ان شاء الله أبشر. كريم ابشر بسعادة. ويد محزلتنا. ابشر والله بسعادة. إيه انا طب- كلي لكم طال عمرك. يعني ما بشي. الله يرحم والديك. طال عمرك بخاطرك كلمه قبل ختم. نعم اي والله بخاطري كلمة. اول شيء يا ابو فهد اشكرك على خفة نفسك وزيارتك لنا في محلاتنا، يطول عمرك. وهذا يعني شيء ما هو بغريب عليك يا ابو فهد، يطول عمرك. وانت الانسان اللي قد خدمت واجبنا. الاذاعه من سنين طويله، والشكر موصول ايضا للاذاعه السعوديه. يطول عسى عمرك. الله يبيض وجيهكم كلكم، هذا اللي نقدر نقول. يسلم. مهما تكلمنا ما وفيناكم حق. ولا يخلينا منك يا ابو راشد، والديك. واستانسنا الله يرحمه. واكرمك الله واغناك، طول والجيات عمرك. اكثر. مرحبا ومسهلا. وابشر بالامور ان شاء الله الجايه، يا التراث مرحبا. كله ان شاء الله يا بحضورك واللي مثلك يا نرجع. مرحبا بكم. يا يطول مرحبا. عمرك. وعمرك. نقول لك اكرمك الله واغناك يا ابو راشد مرحبا مره والله اخرى. ومسهلا. نرحب والدار ترحب. يطول عمرك. مستمعي الكرام، باسمكم وبنهايه هذه الحلقه التي سجلت في بلده الراكه التابعه لمحافظه الخبر، نشكر ضيفنا الشاعر الاستاذ محمد العمره المري الذي استضفناه من خلال هذا البرنامج، وأيضا تقبلوا تحيات زميلي خليل العيسى وزميل المخرج محمد القطان، وهذا خالد الخالدي يحييكم من الراكة. دمتم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تراث وشخصيات. قولوا ربك كريم غيبك كريم وستار علمك غالي يبقى حالي ولا تنام. إعداد وتقديم خالد الخالدي. الإخراج محمد القطان.